السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ مزيانين سانكسال؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير وما خاصكم حتى شي خير. ومرحبا بكم في مدينة طنجة. الله يحفظ بلادنا ويحفظ مليكنا ويشافيه ويعافيه ويطول عمره لينا ويبعد عليه شر الخلق. من عشق الوطن لا ينسى الوطن، سلا مصر هل سلا القلب عنها كما قال شوقي. لهذا من عشق الوطن استحال أن ينسى معالم الوطن وجمال الوطن وعبق الوطن ونسيم الوطن وروعة الوطن. لكن من تربى على عقول ترى أن الإسلام فقط بالدم لا يرون عظيما أمامهم، حتى وإن تعلموا بين أكنافهم وتربوا بين ناشئتهم. نحن نكاد أن نجزم أن هناك الكثير عندهم الإخلاص للوطن وعندهم حب الوطن، لكننا نعاني من أزمة الولاء لله ولرسوله ولدينه ثم للوطن. قمنا بعملية تصويت. هل ترى أن دعاة الفتنة والأحزاب الضالة قد زعزعت مبدأ الوطنية في قلوب الناشئة؟ قال 40 نعم زعزعوا مبدأ الوطنية، وأجاب 60% لا لم يزعزعوا مبدأ الوطنية. الإسلام بداية جاء لرد المعروف بالمعروف. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الوطن لا يوجد عندنا شيء اسمه أرض طيبة وأرض سيئة، أو وطن طيب ووطن سيء، إنما تختلف الشعوب. وطنك يصبح جيدا ورائعا بك أنت أيها المواطن، ويصبح سيئا جدا بك أنت. الأرض لا تتغير، الأرض هي الأرض والزمان هو الزمان، لكن من يقطن الأرض ويسكن من فوقها هو الذي يتغير. لهذا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة وقف على مشارف مكة وقال صلى الله عليه وآله وسلم: رغم أن في مكة يعبد الأصنام، وفي مكة يشرب الخمر، وفي مكة أنذاك كانت تمارس عملية البغاء إن صلح التعبير، ومع هذا وقف النبي عليه الصلاة والسلام على مشارف مكة فقال: والله إنك لأحب البقاع إلى الله وإلي، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت. السؤال الذي يتبادر للذهن: كيف محمد صلى الله عليه وسلم يعشق وطنا ولد فيه صلوات ربي وسلامه عليه ويمارس فيه البغاء ويمارس فيه شرب الخمر ويعبد فيه الأصنام؟ كيف؟ لأن الأصيل ينتمي دائما وأبدا لما أحب ولمن كان له معروفا. ولما هاجر عليه الصلاة والسلام وجد الصحابة يشتاقون للوطن مكة، بل وصل بهم أن يبكوا كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبلال، كلهم كانوا يبكون بسبب شوقهم لمكة. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة وأشد. لماذا دعا هذا صلى الله عليه وسلم؟ لأنه رأى أن أصحابه تكاد قلوبهم أن تتفطر شوقا لمكة رغم ما كان في مكة. الوطن وطن. الإسلام أثبت مبدأ الوطن والبلد والقرية والمدينة، أثبتها في القرآن. رب العباد ذكر القرية وذكر المدينة وذكر سبحانه وتعالى البلد. 3 ألفاظ وردت في القرآن ليريك أن الإنسان لابد أن يحيا في موطن لا يخرج عن البداوة أو عن القرية أو عن المدينة أو عن البلد. فأين تحيا؟ لهذا لما إبراهيم عليه السلام قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا، وأيضا قال: رب اجعل هذا البلد آمنا، وضع في الأولى للتعريف وبالثانية بلا للتعريف. لما قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا بلا للتعريف، لم تكن أنذاك رفعت القواعد من الكعبة ولم يكن هناك ماء زمزم، فوضع هاجر وإسماعيل وقال رب اجعل هذا بلدا آمنا. فلما رفع القواعد مع ابنه إسماعيل وخرجت زمزم وأصبحت القبائل العربية تأتي للكعبة، قال رب اجعل هذا البلد آمنا. دعا إبراهيم لوطنه، لمدينته، لقريته. لماذا؟ لأن هذا من الولاء وهذا من الدين. لهذا لما وضع للتعريف أراد الكعبة. فالشاهد لما قال البلد دل على أنه فعلا أراد البلد أن يكون أمنا وأمانا. أيضا في الرجل الذي خرج وقتل 100 نفس وورد إلى قومه إلى العالم رقم 100، فقال هل لي توبة؟ قال نعم لك توبة، فاخرج من أرضك فإنها أرض سوء. قال اخرج من أرضك، ما قال له قم بمحاربة قومك
ولا بتدمير قومك ولا بهدم بيوتهم ولا بقتلهم، بل أمره بالهجرة لأنه يعلم أن الفتنة أشد من القتل. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مدينته منافقين، لكنه ما قتل أحدا منهم لأنه يعلم أنها ستؤدي لفتنة، فقال عليه الصلاة والسلام: معاذ الله غدا يتحدث القوم أن محمدا يقتل أصحابه. الشاهد من الأمر، لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام بعدما وحد الأوس والخزرج وآخى بين المهاجرين والأنصار وكون دولة في مدينته صلى الله عليه وسلم أن يأتي بسبب المنافقين يقوم بهدم هذه الدولة. لهذا الذي يسعى للفتنة هو أشر من المنافقين. ليس كل من صعد المنبر وتكلم بقال الله وقال الرسول أراد حقه. نحن الآن وظيفتنا، أنا أنظر لوظيفتي الآن، لست مع حاكم ولا مع محكوم، وظيفتي إتيان ومعرفة أصحاب الواجب، هذا واجبكم، وأصحاب الحقوق هذه حقوقكم، ولكم ما لكم وعليكم ما عليكم. ليس معنى هذا أن أداهن، لا، بل إن من إسلامي أن أحفظ أمن وطني، من إسلامي أن أحفظ أمن بلادي. هل تعلم أن من أعظم النعم ألا وهي الأمن؟ الله عز وجل شانه جعل من نعماء الجنة أنها آمنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث الصحيح: من أصبح معافا في بدنه عنده قوت يومه، قال: آمن في سربه، في جماعتي، في قريتي، في مدينتي، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. حتى الله عز وجل شانه جعل أعظم ابتلاء هو الخوف والجوع. قال تعالى: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع، فقدم الخوف سبحانه وتعالى. الخوف ما عكسه الأمن والأمان، لأنك أنت إذا كنت خائف لن تستطيع أن تأكل ولا أن تبحث عن طعام. لكن ربما يتساءل الإنسان: لماذا أخر الله كلمة جائع؟ بمعنى آخر قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. لماذا أخر كلمة الجوع؟ أنت الآن إذا كنت جائعا وأردت طعام تبحث عن الطعام وتخرج، لكن إذا كنت خائفا لن تستطيع الخروج. لهذا الله عز وجل جعل أول بلاء يقع على الأمة ألا وهو نزع الأمن منهم والعياذ بالله. لهذا أي دولة في العالم تقوم على أمرين، واحفظها مني: الأمر الأول الأمان، والأمر الثاني الاقتصاد. قال تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالله عز وجل وصف أن قريش ومكة قامت بأمرين: إطعام من جوع والأمن من الخوف. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ فالشاهد أنا الله عز وجل بما أنه ذكر الأمن وجعلها نعمة وجعل حتى سبأ، الله عز وجل قال: بلدة طيبة ورب غفور، طيبة بأرضها بأمنها بمنبتها. ثم لما أنا أعلم أن الأمن والأمان ركيزة يقوم عليها المجتمعات الإسلامية، هنا تصبح وظيفتي أن أحافظ على الوطن. العجيب الأدهى والأمر، أنا أريد منك أن تقوم بتحريك العقل قليلا، عذرا على هذه الكلمة، لكن دعاة الفتنة أصحاب ألسن معسولة. أنا الآن أستطيع إذا خرجت الآن وشتمت الحاكم أو شتمت الوطن أو شتمت الأرض أصبح بطلا مغوارا في نظرهم. لكن لو قمت بالدعوة للأمن والأمان وطاعة ولي الأمر والمحافظة على الأوطان أصبحت متخاذلا. إذا انقلبت الموازين. إذا خذها مني الآن صافية. العجيب أنهم يشتمون البلاد الإسلامية ويرتعون في البلاد الغربية. السؤال: أيهم أشد ضررا على الإسلام وفتكا في الإسلام ومعاداة للإسلام، في بلادهم التي يسكنون بها أم في بلادنا؟ لماذا لا يجرؤون أن يوجهوا سهام النقد للبلاد التي يحيون فيها في الغرب؟ لماذا دائما يتجهون بسهام نقدهم إلى بلاد الإسلامية؟ لماذا؟ لإثارة الفتنة. المشكلة أنهم يعرضون الباطل بصورة الحق. الباطل لو عرض بصورة الباطل سيرفضه الناس، لكن يأتون بالباطل فيلبسونه بالحق ويخرجونه للناس، فيشكل على كثير من الناس أن هذا حق أم باطل. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سمى المهاجرين بهذا اللقب، والله سماهم بهذا اللقب، والأنصار سماهم الله والنبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللقب. لكن في يوم من الأيام تقاتلا غلامين على مسألة الماء، فأحدهم دفع الآخر، فقال الطفل الذي من الأنصار: يا للأنصار، يعني يستنصر بالأنصار. وقال الطفل الذي من المهاجرين: يا للمهاجرين. فخرج المهاجرون وخرج الأنصار واجتمعوا، فخرج عليه الصلاة والسلام وقال:
دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم دعوها فإنها منتنة، رغم الذي أعطاهم اللقب هو رب العباد ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في خضم حماية ووحدة الصف النبي عليه الصلاة والسلام سماها منتنة صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أنا أي دعوة تريد أن تفرق الصف، إذا كنتم على رجل واحد وجاء من يشق عصاكم قال عليه الصلاة والسلام فاقتلوه. إذن إذا أنا كنت على قلب رجل واحد تحت راية واحدة على وطن واحد، ثم يخرج لنا أقوام يريدون الإسلام، يجاهدون للأسف يجاهدون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا تراهم في ساحة الميدان ولا ترى أبنائهم في ساحة الميدان، بل أعظم جهاد لهم وهم في فراشهم ويتوسدون في فراشهم ويغردون ضد الدولة، ضد أمن البلاد، ضد أمن العباد، وهو يجلس متكئا على فراشه. ولو لا قدر الله زعزع الأمن والأمان، أول ما يطال هو في دمه وماله، ولا قدر الله ربما في عرضه عياذا بالله. لهذا وطنك أمانة، والوطن يقوم على الأمن، والإسلام حفظ 5 أمور: النفس والعقل والدين والعرض والمال. فإذا أنا وطني كان آمن هذه الأمور أصبحت آمنة، وإذا زعزع الوطن فلا أستطيع أن أحفظ مالا ولا عرضا.